زيت الزيتون هل هو فعلا مفيد للأسنان؟ هل هو له أي فايدة طبية؟ هل بيتكتب كعلاج؟ هل في أبحاث بالكلام ده؟ يعني اتعمل عليه أبحاث نشوف إذا كان هو بيعالج التسوس، بيعالج اللثة؟ كل ده هنعرفه في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور محمد الزلوعي أخصائي الأسنان، وفي الفيديو ده هنتكلم عن كل حاجة عن زيت الزيتون. زيت الزيتون ربنا سبحانه وتعالى ذكره في مواضع عدة في القرآن الكريم، وبالتالي لابد إن احنا نكون مؤمنين إن هو لابد إن هو يكون له قيمة كبيرة جدا، لأن ذكر الحاجة في القرآن 7 مرات فلازم يكون لها قيمة. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وفي عدة مواضع أيضا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. يبقى إذا ذكر حاجة زي زيت الزيتون بهذه الطريقة، فلا بد إن هو يكون له منافع كبيرة. المنافع بتاعته المثبتة علميا صراحة ما هياش كبيرة بالنسبة للأسنان وبالنسبة للثة، ولكن احنا هنتكلم عن بعض المنافع بالتجربة. بمعنى إيه؟ يعني اللي احنا شفناه على بعض المرضى. يعني على سبيل المثال هو بيستخدم أحيانا في تبييض الأسنان، بس طبعا مش زي التبييض اللي بيتعمل في العيادة أو زي المبيضات العادية، ولكن هو آمن جدا. يعني إزاي؟ بيتفاعل مع التصبغات اللي موجودة على الأسنان زي الشاي والقهوة والسجاير. الناس اللي بتشرب الحاجات دي كلها ده ممكن يكون مفيد بالنسبه لهم جدا. هو مضاد للبكتيريا، بيقتل البكتيريا الضاره في الفم. هو فيه فيتامينات كويسه جدا للثه، وبالتالي بيحسن من مستوى اللثه، وبيعقم البق بطريقه ما، فبالتالي بيحسن مستوى اللثه وبيحسن مستوى الاسنان، وبيتفاعل مع البكتيريا اللي بتؤدي للتسوس، فبالتالي بيعمل وقايه من التسوس. الكلام ده مش معمول فيه للاسف ابحاث كبيره، وبالتالي الامريكان دنتال اسوسيشن او المنظمه العالميه لطب الاسنان، وديت المنظمه المسؤوله عن ان هي تقول لك هل ده معمول فيه ابحاث مؤكده بالتالي تاخده انت كطبيب اسنان كعلاج، يعني تكتبه كطبيب ولا ما تكتبوش. فهي من الحاجات اللي مش مثبت فيها ابحاث علميه، ولكن الابحاث اللي اتعملت لقوا ان في حاجه زي البريتش دنتال جورنال، ده جورنال بريطاني بيتكلم عن الابحاث الموجوده، فلقوا ان لما جابوا 17,000 من المتدربين الرياضيين لقوا ان هم مختلفين في اسنانهم عن غيرهم. فلقوا ايه المختلف عن غيرهم؟ وجود زيت الزيتون في الدايت، في الاكل بتاعهم. ولقوا كمان ان الناس اللي هم دول البحر المتوسط، الدول اللي هي بينبت فيها هذه الشجره، لقوا ان النظام الغذائي بتاعهم فيه زيت الزيتون، وبالتالي لقوا ان اللثه بتاعتهم افضل من غيرهم، وبالتالي فهي لها تاثير. الابحاث ديت برضو مش بالقوه اللي تخلينا نقول ان ده يتاخد كعلاج. يعني ما ينفعش مثلا اكتب في الروشته هتاخد زيت الزيتون، ده كده يعتبر ايه؟ خطأ طبي. ولكن احنا بنقول للمرضى ان هو حاجه مكمله للعلاج. يعني بمعنى ايه؟ زي المكملات الغذائيه، انت بتعمل المضمضه والفرشه بتاعتك، تاخد المضمضه، بتستخدم المضمضه مرتين في اليوم او مره واحده في اليوم لمده 5 دقائق، وبتعمل الدنتال فلوس او خيط الاسنان، بتنظف ما بين اسنانك، وبتستخدم المضمضه اللي موجوده في الصيدليه، وخلصت الكلام ده وعايز بقى حاجه زياده، فبنقول لك ممكن تستخدم زيت الزيتون. طب نستخدمه ازاي؟ هو دي طبعا عشان مستمده من الحضارات الاغريقيه القديمه ومن الحضارات القديمه، فطرق استخدامه بان انت بتتمضمض بيه لمده 20 دقيقه. يعني هو ده كان زمان بيعملوه كده، ان هو تمضمض بيه لمده يعني ل 20 دقيقه في بقك، وحاول ما تبلعوش، لان بعد المضمضه بيبقى فيه بكتيريا، فبالتالي ممكن ان هي تؤذي بطنك يعني. فخلاصه الكلام هو مكمل غذائي او مكمل للروتين بتاعك، وخلاصة الكلام هو لا يغني عن فرشة الأسنان ولا عن المعجون ولا عن المضمضة، ولا يغني عن ان انت لو كان جالك تسوس ان انت تاخده بدل التسوس، او حصل لك مشكلة في اللثة واللثة بتنزل دم انك تاخده بدل ما تروح لطبيب الأسنان. الضرس حفر او حصل فيه تسوس لابد انك تروح للطبيب، ولو اللثه بتاعتك بتنزل دم لابد ان انت تروح لطبيب الاسنان. وكان معاكم الدكتور محمد الزلوعي اخصائي الاسنان، ويا رب يكون الفيديو ده عجبكم. هبقى مبسوط جدا لو عملتوا لي لايك وعملتوا اشتراك في القناه وفعلتوا الجرس، واي اسئله ان شاء الله هنحاول نرد عليها في التعليقات. ومع السلامه.